يعرف بعبقريته وتخطيطه العسكري وبراعته في قيادة الحروب. فارس الإسلام، سيف الله، قائد المجاهدين الذي لم يخسر معركة في حياته. خالد بن الوليد بن المغيرة ولد سنة 30 قبل الهجرة. أم لبابة بنت الحارث اللي هي أخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. خالد نشأ في أسرة ذات شرف وسيادة وثراء، وأبوه الوليد بن المغيرة كان من سادة قريش وأثرياء، وكان من أشد المحاربين للإسلام، وهو اللي نزل فيه قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. ولأنه خالد بن الوليد نشأ في أسرة محارب للإسلام، فهو أيضا كان من المعاندين للإسلام. ومن أبرز مواقفه اللي حصل للمسلمين يوم غزوة أحد بسبب خالد بن الوليد. خالد بن الوليد بيتحدث عن نفسه قال: لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام. ففي صلح الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء، خالد بن الوليد عنده أخوه اسمه الوليد بن الوليد، حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الوليد بن الوليد عن خالد بن الوليد وقال: أمثله يجهل الإسلام؟ يعني الشخص بعبقرية وذكاء خالد يجهل إنه يدخل الإسلام دين الفطرة والعقل. فخالد بن الوليد لما سمع الكلام ده فرح جدا وقرر إنه يدخل الإسلام، لأنه هو من الأول قلنا قال: لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام، يعني كان مستنس على الصفر زي ما بيقولوا. فمشى للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم رحب به وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسأل الله يغفر له فيما مضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الإسلام يمحو ما قبله، فدخل الإسلام وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد عدة، ومن أبرز موقف المشرف في غزوة مؤتة لما استشهدوا الأمراء الثلاث زيد وجعفر بن رواحة رضي الله عنهم. خالد بن الوليد بدون ما زول يقول له أخذ الراية وقاد الجيش حتى النصر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خالدا سيف صله الله على المشركين. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين وفتح مكة. ويوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمره إنه يكسر سنم العزة. فخالد بن الوليد قال للعزة: يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، ثم كسر. وبعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة، أبو بكر الصديق جعل خالد بن الوليد أمير على سائر الأمراء والأجناد، ففتح دمشق مع أبو عبيدة، وأيضا حاربوا مسيلم الكذاب وحاصر الفرس، وكتب لهم رسالة قال لهم: إن معي جندا يحبون القتل كما تحب فارس الخمر. وبعد ما توفى أبو بكر الصديق وتولى عمر بن الخطاب الخلافة، عزل خالد بن الوليد عن إمارة الأجناد. وما عزلوا لأنه خالد مقصر، ولا لأنه عمر بن الخطاب بيكره خالد بن الوليد، ولكن كان في الفترة دي الناس بيعتقدوا وافتتنوا لدرجة إنه بيقولوا إنه كل انتصارات المسلمين هي سببها خالد بن الوليد. وصراحة كان ما دخل معركة إلا طلع منها ببشريات النصر. فهنا الناس قربوا يفتتنوا به وإنه هو سبب النصر. فعمر بن الخطاب عزله عشان يبين للناس إنه ربنا سبحانه وتعالى بينصر دينه. وعمر بن الخطاب قال: لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله ينصر دينه، يعني حتى لو بدون خالد. ولكن حتى لما عزل كان يشهد مع المسلمين كل المعارك، وبعد رحلة طويلة من خوض المعارك وبشر الانتصارات والصبر على الجهاد، لما جاء الموت وهو على فراشه بكى وقال: حضرت 100 زحف وما في بدني موضع إلا وفيه ضرب بسيف أو طعن بسهم أو رمي برمح، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي فلا نامت أعين الجبناء. وهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، إنه سيف الله لا يقتل بسيف إنسان. فتوفى رضي الله عنه